ايه القلق اللي ممكن يعمله نهضة بركان لنادي الزمالك؟ بص، هو معين الشعباني عنده حاجه كده في شخصيته، في عظمه شويه. الراجل احساسه ان هو مدرب كبير او معاه فرقه كبيره، ده ممكن ممكن يضغط عليك من قدام، ودي اللي مش ممكن عكس المتوقع. نعم. يعني انا لعبت قصاده ساعه ما كان بيلعب الترجي هنا في القاهره، كان في الدور اللي هو الثمانيه اللي احنا كسبناه وصعدنا قبل النهائي. احنا لازم بنضغط وشغالين، لان هو اللي ضغط علينا في اول اللقاء، فممكن عكس المتوقع. فلازم برضه نادي الزمالك يخلي باله، والناس اللي ورا المساكين يخلي بالهم. بس اعتقد ده احتمال بعيد شويه. انا بقول لك يا كابتن، هو يعني بس ده احتمال بعيد شويه لانه كسبان. ما هو كسبان وممكن يضغط الموسع يا كابتن. ما هو البدايه انت عايز تبدا من تحت. لما اضغط عليك مش هتطلع الكوره صح. ما ده فكر، في مدربين بيبقى عندها الفكر بتاعه كده. ان الراجل الفيرود اللي موجود او الراجل اللي تحتيه يضغطوا على المساكين. ادي نقطه. اول حاجه هو عنده التزام تكتيكي كويس قوي الراجل كمان. لما حتى لا الزمالك مسك الكوره راح متراجع وقفل بشكل كويس. ما جاتليش حته المجازفه انه بدا عايز يهاجم ويفتح خطوط. هو فضل محافظ على انه كسبان 2-1 لانه ما كانش عايز يخش في الثاني. مظبوط. فهو عنده ميزه ان عنده تكتيكيا لعيبه منظمه. حتى الفحل لو ركزت كان الشوط الاول بيهاجم الشوط الثاني راح مقفل. مهيري لما كان بيهاجم راح مقفل. مرابط رد مع نص الملعب فقفلوا بقوا يلعبوا على المرتدات. فالنهارده هم عندهم ميزه كبيره جدا في المرتدات، عنده سرعات وعنده مهاره.